تبدأ القصة بمأساة يتعرض لها دراكولا، حيث يهاجم البشر قلعته مما يؤدي إلى مقتل زوجته الحبيبة مارتا. في محاولة لحماية ابنته مافيز، يهرب دراكولا إلى مكان منعزل ويقرر بناء فندق ترانسلافينسيا ليكون ملاذا آمنا للوحوش بعيدا عن تهديدات البشر. ينظر إلى هذا الفندق ليس فقط كمنزل، بل كحصن يمنع ابنته من التعرض للأذى الذي واجهه في الماضي. يمثل هذا القرار استجابة طبيعية للألم والصدمة، حيث يحاول دراكولا خلق عالم محكم الإغلاق حيث لا يمكن أن تتكرر المأساة مرة أخرى. ولكن ما يجهله هو محاولته لحماية مافيز المفرطة قد تتحول إلى قيد يسلبها الحرية التي تستحقها، التحكم المفرط والخوف من العالم. مع مرور السنوات يصبح الفندق وجهة شهيرة للوحوش، حيث يجدون فيه الأمان من تهديدات البشر. ومع ذلك نجد أن دراكولا لا يزال متمسكا بالخوف من العالم الخارجي، مما يجعله يفرض قيودا صارمة على مافيز. عندما تطلب مافيز مغادرة الفندق ورؤية العالم عند بلوغها 118 عاما كما وعدها سابقا، يصدمها والدها بالموافقة السريعة، لكنه في الواقع يضع لها فخا. ينشئ دراكولا قرية مزيفة مليئة بالزومبي المتنكرين في زي بشر عنيفين ليقنع مافيز بأن العالم البشري خطير كما يعتقد. تنجح خطته وتعود مافيز إلى الفندق مقتنعة بأن والدها كان محقا، وأن البشر خطر حقيقي يجب تجنبه. هنا نرى كيف أن دراكولا لا يدرك أنه لا يحمي ابنته فقط، بل يزرع فيها الخوف وعدم الثقة بالعالم، وهو ما قد يجعلها ضعيفة وغير قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة في المستقبل. يتغير كل شيء مع وصول جوني، وهو شاب بشري مغامر يتسلل إلى الفندق عن طريق الخطأ. جوني يمثل النقيض التام لدراكولا، حيث يحب تجربة الأشياء الجديدة ولا يخشى المجهول، بينما يحاول دراكولا التخلص منه. يجد جوني طريقة إلى قلب مافيز، حيث تنجذب إلى شخصيته المرحة والمنفتحة، فهو يمثل كل ما كانت تتمنى أن تكتشفه في العالم الخارجي. هنا يظهر التناقض الرئيسي. دراكولا يخاف من التغيير، يرفض المجهول ويتمسك بالماضي، أما جوني يحب المغامرة، يحتضن المجهول ويسعى لتجربة أشياء جديدة. هذا الاختلاف الكبير هو ما يجعل جوني تهديدا مباشرا لعالم دراكولا الآمن، ليس فقط لأنه بشري، بل لأنه يظهر لمافيز بديلا لحياتها المقيدة داخل الفندق. مع مرور الوقت يبدأ جوني في التأثير ليس فقط على مافيز، بل على جميع وحوش الفندق. يجلب المرح والابتكار إلى حياتهم، مما يجعلهم يدركون أنهم كانوا يعيشون في بيئة جامدة خالية من التجديد. حتى دراكولا نفسه رغم مقاومته الأولية يجد نفسه مضطرا لمواجهة حقيقة أنه قد يكون مخطئا في بعض معتقداته. ومع ذلك عندما يدرك أن مافيز بدأت في الإعجاب بجوني، يواجه صراعا عاطفيا شديدا، فهو لا يكره جوني كشخص، لكنه لا يستطيع تقبل فكرة أن ابنته قد تقع في حب إنسان، خوفا من أن ينتهي الأمر بها مجروحة كما حدث معه في الماضي. يصل هذا الصراع إلى ذروته عندما يأخذ دراكولا جوني إلى غرفة سرية ويكشف له عن ماضيه، يخبره عن كيفية مقتل زوجته على يد البشر، موضحا أنه لا يكرهه شخصيا، لكنه لا يستطيع الوثوق في البشر بشكل عام. وعندما يحاول جوني طمأنته بأن العالم قد تغير، يطرح دراكولا سؤالا بسيطا لكنه قوي: هل يمكنك أن تضمن لي أن الجميع سيتقبلون علاقتكما؟ هنا يدرك جوني الحقيقة الصعبة، لا يمكنه أن يضمن ذلك. في النهاية لا أحد يستطيع أن يضمن القبول التام من الجميع، وهذه هي المخاطرة التي تأتي من أي علاقة أو تجربة جديدة.
يحمل الفيلم رسالة قوية حول كيفية تعاملنا مع الخوف والصدمات. صحيح أن تجاربنا الماضية تعلمنا الحذر، ولكن عندما نسمح لها بأن تتحكم في حياتنا بالكامل فإننا نخسر الكثير من الفرص والتجارب التي قد تكون جميلة ومثيرة. دراكولا حاول حماية مافيز، لكنه في الواقع عزلها عن العالم وجعلها ضعيفة أمامه. جوني رغم كونه بشريا أثبت أنه ليس كل البشر أشرار، مما يعني أن الحكم المطلق على مجموعة بأكملها بسبب تجارب الماضي ليس عدلا. مافيز من خلال تجربة بسيطة مع جوني بدأت ترى العالم من منظور جديد، مما يثبت أن التعلم من التجربة المباشرة أهم بكثير من الاعتماد على الخوف الموروث. في النهاية يدرك دراكولا أن حب مافيز لجوني حقيقي، وأنه لا يمكنه إبقاء ابنته معزولة للأبد. يقبل في النهاية بأن البشر قد لا يكونون جميعا أشرار، ويقرر خوض مغامرة خارج الفندق لأول مرة منذ سنوات طويلة في محاولة لاستعادة جوني وإصلاح الأمور بينه وبين مافيز. هذه اللحظة تمثل ذروة تطور شخصية دراكولا، حيث يتحول من كائن خائف يرفض التغيير إلى شخص مستعد لمواجهة العالم مجددا، ليس من أجل نفسه فقط بل من أجل سعادة ابنته. الفيلم لا يدعونا إلى تجاهل المخاطر أو التصرف بسذاجة تجاه العالم، ولكنه يذكرنا بأن الخوف الزائد يمكن أن يكون عائقا كبيرا أمام النمو والتطور الشخصي. الموازنة بين الحذر والانفتاح على التجارب الجديدة هو ما يسمح لنا بعيش حياة متكاملة، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجهه كل شخص في رحلته الخاصة. أشكركم لمتابعة الفيديو، وأتمنى أن تشاهدوا الفيديو القادم، فيديو تحليلي لفيلم جديد. بالنهاية أشكركم وأستودعكم في أمان الله. طابت أوقاتكم. شكرا لكم.